هنعمل احلى كنافه لرمضان بحشوه مختلفه وجميله واقتصاديه وسهله، وهتقومي تعمليها في ثواني، ولا هتقعدي بقى لسه تعملي لبن ونشا وكريمات ولا حاجه خالص. هنعملها بكل سهوله، هتطلع معاكي احلى كنافه وهتعمليها على طول، والطعم خطير. يلا هنعمل مع بعض احلى كنافه هتقومي تعمليها في ثواني دلوقتي. اول حاجه هنعملها العسل بتاعنا او الشربات. انا زي ما انا معرفاكم ان انا ببقى عاملاه وعيناه في التلاجة وعيناه في البرطمان، ده كان اخر حاجه عندي. خلاص بعمل الكيلو مره واحده وعينه في البرطمانات بكيلو السكر واعمله. دي كوبايتين السكر بتحط عليهم كوبايه ميه وتسيبهم يغلوا على النار، وبعد كده تعصري عصره ليمون صغيره لغايه ما يبقى حوالي 5 دقايق ويبقى العسل بتاعك جاهز. خلاص الشربات بتاعك تسيبيه يبرد. تعالي بقى الكنافه لازم تكوني سايباها في الفريزر، تطلعيها تفكيها بايدك كويس قوي، عاوزاها تبقى ناعمه وهي خارجه من الفريزر هتتفرج بكل سهوله. ده اول خطوه. خلاص تعالي بقى الصينيه بتاعتك رشيها شويه سمنه حلوين محترمين. الكنافه اهم حاجه عندها هي بتحب السمنه، تكتري السمنه بتاعتك. بتاخد حوالي الصينيه بتاعتك تبقى حوالي كوبايه سمنه. تعالي بقى للكنافه اللي اتفركت ترشيها كده في اول جزء اول طبقه. في ناس كتير بتفرك زي ما انا معرفتكم بتفرك الكنافه بالسمنه الاول. انا بحب اعمل الخطوه ديت وابقى رشها بالسمنه داير ما يدور زي ما انتم شايفين كده، بتبقى نفس النتيجه، وببقى متحكمه في السمنه اكتر، اللي انا ببقى مغرقاها سمنه اكتر كده وحلوه. اي سمنه عندك سمنه بلدي، عندك سمنه عاديه براحتك. الحشوه بقى عباره عن ايه؟ موز. والله يا جماعه بتحط الموز ده بيبقى كانك سمنه بلدي حطاها في الكنافه. قشري الموز وقطعيه بالورب كده وقطعيه حلقات وحطيه في الكنافه دي الحشوه بتاعتك، وخلي بالك ما تجيبيش عن الطروف بتاعه الصينيه عشان ما تتحرقش وما تيجي تقلبيها تتقلب بكل سهوله. رمضان كريم. تعال نكمل بقى ايه بقيت رص الكنافه. ناخد بص كميه الكنافه التانية ونرش فوق الوش فوق الكنافه. اهم حاجه نكون بنفرك الكنافه كويس جدا اول ما بتخرج من الفريزر، ونعمل بايدينا كده ايه نبططها كده ندكها شويه بايدينا لغايه ما تبقى خطيره كده وملفوفه مع بعضها. نرش بقيه السمنه فوق الوش حسب الصينيه بتاعتك. هتاخد كوبايه وربع سمنه بترشي كده عليها، وتكوني فاتحه الفرن بتاعك يكون سخن وتدخلي الصينيه بتاعتك. الكنافه بتبقى عاوزه نار هاديه تتحمص وتستوي على مهلها خالص. يلا ندخلها الفرن. هتقعد حوالي نص ساعه في الفرن وهنطلعها بالشكل الخطير ده. شوفوا الجمال. اول وهي لسه سخنه كده والشربات سقعان من التلاجة نطلعه ونرشه على الكنافه بتاعتنا. اهم حاجه الشربات يكون تقيل شويه ونسيبه بقى يهدى شويه الكنافه تتشرب 10 دقايق كده اهو، ونبتدي نقلبها في الطبق بتاعي ونقدمها بالشكل الجمالي بتاعنا كده. خلاص اتشربت. يلا نقلبها. احط الطبق كده واقلبها على الجنب التاني عشان بتديها الشكل احلى وانت بتعمليها. عاوزه تزيني من تحت شويه لوز او حاجه عشان ما تقلبيها يبقى الشكل كويس. مفيش يبقى انتوا زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت شويه جوز وزبيب فوق الوش يدوا الشكل حلو وجميله. ما اقولكوش على طعمها خطير ازاي. شوفوا الجمال. يلا نقطعها وتشوفوا الشكل من جوه. قطعيها بقى وقدميها لضيوفك، مش هتكلفك حاجه خالص. كيلو الموز هتجيبيه مش هتاخديه كله طبعا الصينيه بتاعتك على نص كيلو الكنافه، مش هتستحمل حاجه ولا هتكلفك حاجه. خرطيها بقى وقطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها وقدميها لضيوفك او لاولادك، بجد هيحبوها جدا جدا. طعم الموز في الكنافه مخلياها زي السمنه البلدي، طعمها تحفه جدا. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.